خليني أقول لك حاجة مهمة. الذنب مش لازم يفضل ساكن جواك. استنى، قبل ما تقول بس أنا غلطت فعلا، خلينا نتعامل معاه صح الأول. فخليني أديك أول تمرين هنسميه إعادة كتابة القصة. هات ورقة وقلم، اكتب الموقف اللي حاسس بذنبه أو حاسس بسببه بالذنب، ودلوقتي ركز، وبعدين اكتب تحتيه لو صاحبي هو اللي عمل ده كنت هقوله ايه. غالبا هتلاقي نفسك أرحم مع غيرك أكتر من انت رحيم بنفسك بكتير. هنا تسأل نفسك ليه بستاهل أسوأ أكتر من غيري؟ ليه أنا رحيم مع غيري أكتر من نفسي؟ وهقولك التمرين التاني في الفيديو اللي جاي.